أم زوجي مخببة، يعني بتوقع بيني وبين جوزي، يعني بتوقع ما بيننا، والنتيجة دي وصلت لها بعد 20 سنة كل كلامها تحريض. هو شخصيا معترف بصورة غير مباشرة، بيقول لو هي بتتكلم المهم إن أنا وإنتي تعاملك معايا، لأن هي ما أقدرش أجرحها، لأن هي أمي ما أقدرش أجرحها. فكرت أواجهها بس هتكون حادة ومش عايز أضايقه. نصيحتك إيه ودعائك إزاي ربنا يكفيني شرها؟ نصيحتي الإعراض. ما تواجهيش حماتك، علشان ما تحطيش جوزك في مفرمة ما بين إرضاء مراته كما في السؤال، يعني اللي عندها حق، وعدم إرضاء أمه اللي ما عندهاش حق. وما تواجهيهاش، المواجهة دي هتعمل مشكلة وهتعمل نار، وهيضطر الزوج يفصل ما بينكم. ورحمة بجوزك الكريم اللي بيقول لك حتى لو أمي بتتكلم المهم أنا وأنت يا مراتي، فاكرميه بالإعراض عن ده. وادعي بدعاء حديث صحيح مسلم: رب اكفنيهم بما شئت، رب اكفنيهم بما شئت، رب اكفنيهم بما شئت. وممكن تدعي بالدعوة اللي العلماء قالوها لكشف الكربة، وهي الآية القرآنية: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. حسبنا الله تقوليها 100 مرة على سبحتك كده: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. سواء رب اكفنيهم بما شئت أو الآية دي، إن شاء الله ربنا يصلح حال حماتك الكريمة ويخليها لكم ويحفظكم ويحفظها من أي أذى يقع ما بينكم.